يا هلا ويا سهلا فيكم في برنامجنا النجم الصاعد. في كثير من الأحيان هناك بعض اللاعبين يقتدون ويحبون أن يكونون مثل نجمهم الأول، وتحديدا نجم بلدهم الأول، مثل نجمنا لهذا اليوم ابن السد القطري عمرو سيد إسماعيل، اللي يقول عن نفسه: دائما أحب أن أكون مثل نجم بلدي أكرم عفيف، والمعروف لا يعرف على مستوى قطر، ومن أفضل اللاعبين آسيا. ولا ننسى أيضا رونالدو ونيمار، ولا ننسى أيضا أكرم عفيف الذي أحب أن أكون مثله دائما. فعمرو سيء دائما يستدعى في تمارين الفريق الأول هناك في السد القطري رغم صغر سنه، إلا أنه لاعب مبدع من مواليد 2010. هناك بعض اللاعبين يطمحون إلى أن يكونون الأفضل والأفضل في تقديم بلادهم بشكل أكبر، ومن ضمنهم نجمنا لهذا اليوم ابن السد القطري عيال الذيب عمرو سيد إسماعيل. تعالوا مع بعض نتعرف على نجمنا لهذا اليوم ابن قطر، وتحديدا السد القطري عمرو إسماعيل. مباراة دوري وقد يقود مباراة لأندية متقدمة، كرة على مستوى خط الدفاع، الخطف والاقتراب الثالث الآن، لكن لم هوبا 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 هوبا. التلاعب بالكرة الماضية كان رائعا. زيد على الله، المستقبل على طريقة أكرم يكتب، الحلم على طريق أكرم وعلى طريقة عمر عبد الله، وضعها في المرمى، وقف متأملا في قصي الحارون عن تقدم الزعيم. نعم أغلق الاتصال فقد وصل الزعيم، نعم أغلق الاتصال فقد وصل الزعيم. والكرة التي في هذا الموسم لعب نجمنا ابن قطر وتحديدا السد القطري عمرو سيد إسماعيل ما يقارب أكثر من 10 مباريات، حيث أنه يتدرج في بعض الفئات السنية وأيضا في فئات الشباب، وأحيانا يكون في تمارين الفريق الأول. استطاع تسجيل قرابة 11 هدف وأسيست 8 أهداف. عمرو سيد إسماعيل الذي يقول: أحب أن أمثل بلادي قطر وأن أكون مثلما يبدع أكرم عفيف. أصدقائي، وقبل الختام كنت معكم محمد الإبراهيم.